النقاش في موضوع زواج المسيار زي ما تفضلت ذكرت، هي تغيرت صورة زواج المسيار، تمام، لكن زواج موجود والدولة معترفة به والأمور تمام. لكن المشكلة إنه شروطه مو واضحة، في كثير من السيدات ما يعرفوا إيش هي شروط زواج المسيار. ما هنا المأخذ، إذا كان الإشهار يعني ولي أمرها عارف، أخوها عارف، أمها عارفة، انتهى، هذا إشهار. تفضل. أنا معك. نعم، إذا إشهار، لكن أحيانا الناس تتحرج في موضوع اسمه زواج، إن زوجتي الأولى تعرف. طيب، ما هو شرط من الزواج، ما هو شرط، ما هو ركن من أركان الزواج أو شرط من شروط الزواج إن زوجتي الأولى تعرف. تمام. بغض النظر عن المسمى، أهم شيء أنه يحافظ على حقوق المرأة فيما يخص المبيت وما يخص السكن وما يخص المصروف وما يخص الولي. أهم شيء الولي وأسرتها. صحيح. في ناس الآن تجيني تساؤلات كذلك، تقول لا في مذهب، ما ودنا نذكر بعد إذنكم لا مذاهب ولا نتكلم على مذاهب ولا نتكلم على دول كذلك، وهم يتكلمون. زميلي ومديري في الشغل أقنعني أنه يتزوجني على زوجتك نفسي. هذا أسوأ من المسيار اللي يتكلمون فيه. لا نتحسس من الاسم، لكن يجب علينا أن نضع الضوابط اللي تعطي الزواج أهليته الشرعية وأهليته القانونية بما فيها الكشف الطبي. لأن فيه أمور يتجاوز فيها الكشف الطبي ويتجاوز فيها أشياء كثيرة. هذا أنا أعتبره جريمة في حق المرأة، في حق المجتمع والتركيبة الاجتماعية. أستاذ حسن، طيب لو بسألك وش الأشياء أو السلبيات اللي أنت حاب توصلها اليوم للمجتمع أو للسيدات اللي ما عندها مانع تقول لك أنا مستقلة، أنا عندي وظيفة، أنا أبغى بس أحد يعني يكون معاي، رجل يسير علي، اسمه مسيار، يسير عليها، أو يعني أغلب الأحيان يقول لك أنا أشترط كمان ما أبغى عيال، فتقول لك أنا أصلا مطلقة ولا أنا أرملة ولا أيا كان. فإيش الرسالة اللي توصلها للبنات اليوم أو السيدات اللي تقول لك أنا ما عندي مانع إني أنا أتزوج مسيار؟ وش المخاطر اللي ممكن تواجهها؟ أولا المرأة، أنا عندي رسالة للمرأة وللرجل. رسالتي للمرأة، الإنسان اللي تقدم تنازلات عن حقها ستكون سلعة رخيصة عند أي رجل. والخلفية النمطية لدى الرجل لست الأول ولا الأخير، طبيعي بيكون تسلية. نعم. وهذا يعني يقلل من قيمة المرأة وظلم في حق المرأة. بعض النساء واغلبهم المطلقات او الارامل تقول لي انا ابغى لي شخص يساعدني في مصروف، لكن ما يمنع، ما هو لازم زوجته تدري. نعم. فيه اشياء لازم تحافظ عليها، الولي والراتب والمبيت، وكذلك الراتب اللي هو المصروف والكشف الطبي. أي. فيه يعني اسر بزواج رسمي يتطلقون في اسبوع. صحيح. أنا عندي متابعة يتطلقون هم باقي فيها شهر العسل. صحيح، اتفق معك. طيب